الأخبار؟ عاملين ايه؟ فيسبوك وانستجرام، أخباركم ايه؟ قولولي كده الصورة والصوت أخبارهم ايه؟ عشان نبدأ على طول إن شاء الله. الصورة والصوت كويسين؟ شكرا كيوان، شكرا ميرسي. قولولي كده الصورة والصوت أخبارهم ايه كده؟ كويسين؟ نبدأ. المفروض ان احنا النهاردة هنكمل كلامنا عن العلاقات ولغات الحب الخمس. الأسبوع اللي فات عملنا لايف، اتكلمنا فيه عن على الجزء الأولاني من كتاب لغات الحب الخمس. اتكلمنا عن بداية الكتاب واتكلمنا عن أول لغة وهي كلمات التشجيع. النهاردة احنا جايين نكمل كلامنا عن بقية اللغات وعن باقي الكلام اللي احنا المفروض عايزين نتكلم فيه. فقولولي كده الصورة والصوت كويسين؟ أبدأ. تمام، يبقى هنا انستجرام الصورة والصوت كويسين. فيسبوك يا ريت تقولولي أخبار الصورة والصوت ايه. طيب أنا هبدأ وإن شاء الله يبقى الصورة والصوت كويسين كمان في الفيسبوك. هندخل في الموضوع على طول. احنا اخر حاجة احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت كانت اول لغة من لغات الحب الخمس وهي كلمات التشجيع. اتكلمنا بس يعني باختصار عن ايه هي كلمات التشجيع وايه المقترحات اللي احنا ممكن نعملها لو احنا شريك حياتنا اللغة الأساسية بتاعته هي كلمات التشجيع. اللي ما شافش اللايف اللي فات الاسبوع اللي فات يقدر يرجع له ويشوفه وبعد كده يشوف اللايف ده تاني علشان الصورة تبقى واضحة وكاملة. تمام. دلوقتي احنا هنبدأ نتكلم عن اللغة التانية وهي تكريس الوقت. اللغة التانية من لغات الحب الخمس وهي تكريس الوقت. هنيجي هنا نشوف الكاتب بيقول ايه على لغة تكريس الوقت. وأعني بالوقت الخاص أن تعطي شخصا ما انتباهك بالكامل، ولا أقصد أن تجلس على الأريكة وتشاهد التلفاز معا. فعندما تقضي الوقت بهذه الطريقة فإن قناة ABC أو أيا كان بقى القناة اللي انتوا بتتفرجوا عليها أو الحاجة اللي انتوا بتتفرجوا عليها هي التي تسترعي انتباهك وليس زوجك أو زوجتك. ما أقصده هو أن تجلس على الأريكة وجهاز التلفاز مغلق.
ينظر كل منكما للآخر وتتحدثان، ويعطي كل منكما للآخر انتباها كاملا. هذا يعني أن تتريضا معا بمفردكما، أو أن تخرجا معا وتتناولا الطعام وينظر كل منكما للآخر وتتحادثان. فهنا في الجزء ده بداية الكاتب بيوري معنى تكريس الوقت من وجهة نظره كلغة من لغات الحب الخمسة. وهي مش مجرد ان انا ابقى قاعد انا وزوجي او انا وزوجتي قاعدين مع بعض بنتفرج على التلفزيون، او قاعدين مع بعض في مكان واحد بس كل واحد ماسك الموبايل بتاعه وبيبص فيه على اي مكان بقى اللي بيبص فيه. لا، الفكرة هنا انه ابقى متواجد بكامل تركيزي مع الشخص اللي انا قاعد معاه. في ناس بتسميها كواليتي تايم، او انا الاهم عندي جودة الوقت اللي انا بقضيه مع الشخص ده، على اني اكون موجود معاه وخلاص. لا. طيب نشوف بعد كده الجزء اللي بعد كده في لغة تكريس الوقت. ففي هنا نقطة مهمة الكاتب بيقول لنا إن أحد الجوانب المحورية في تكريس الوقت هو المعية. بيأكد تاني ولا يعني ذلك القرب المكاني. المعية معناها التركيز الكامل، فكرة إن أنا أكون مركز معاك تركيز كامل بكل حواسي وبكل تركيزي. أنا معاك دلوقتي، أنا الوقت ده أنا مخصصه ليك أنت. شوف أنت حابب نعمل إيه في الوقت ده. تمام، هو هنا ده معناه باختصار. طيب فتعالوا كده نشوف هنا الكاتب بيشرح لنا ايه هي المعية عشان الصورة توضح اكتر. ان المعية جانب مهم في تكريس الوقت، ولا اعني بذلك القرب المكاني، فالشخصان اللذان يجلسان في نفس الغرفة متقاربان، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة انهما معا. ان المعية تعني التركيز الكامل. فعندما يجلس الأب، بدأ يوضح لنا بمثال بعيدا بقى عن الزوج والزوجة عشان برضو الصورة توضح أكتر. فعندما يجلس الأب على الأرض ويدحرج الكرة نحو ابنه ذي 3 أعوام، فإن انتباهه لا يتركز على الكرة ولكنه ينصب على الطفل، وهذه اللحظة القصيرة مهما طالت فهما معا. أما إذا كان الأب يتحدث في الهاتف أثناء رميه للكرة، وده بيحصل كتير جدا، فإن انتباهه يتشتت، ويعتقد بعض الأزواج والزوجات أنهم يقضون وقتهم معا، بينما هم في الحقيقة يعيشون فقط على مقربة من بعضهم البعض. إنهم يعيشون في نفس البيت وفي نفس الوقت، ولكنهما ليس معا. إن الزوج الذي يشاهد الرياضة على التلفاز بينما يتحدث إلى زوجته لا يكرس لها وقته، لأنه لا يعطيها اهتمام. إن تكريس الوقت لا يعني أننا ينبغي أن نقضي الوقت يحمل كل منا في عين الآخر، ولكنه يعني أن نفعل شيئا ما معا. بدأ يوضح أكتر، وأن نعطي الطرف الآخر الانتباه الكامل والنشاط الذي نمارسه معا. شيء بسيط. أما الشيء المهم من الناحية العاطفية فهو أننا نقضي وقتا مركزا مع بعضنا البعض، وما هذا النشاط إلا وسيلة لتوليد الشعور بالمعية. فالشيء المهم بالنسبة للأب الذي يدحرج الكرة للصبي الصغير ليس النشاط نفسه، بل المشاعر التي تتولد بين الأب والابن. إيه النتيجة من الوقت اللي أنا قضيته دلوقتي مع ابني أو مع زوجتي أو مع زوجي أو أيا كان الشخص اللي أنا بتربطني بيه العلاقة؟ الوقت اللي احنا قعدناه مع بعض ده عمل ايه فينا مع بعض في علاقتنا؟ وبالمثل فإن الزوج والزوجة اللذين يلعبان التنس إذا كان وقتا خاصا حقيقيا فلن يركزا على اللعبة، بل سيركزان على حقيقة أنهما يقضيان الوقت معا. إن ما يحدث المستوى العاطفي
هو ما يهم فقضاؤنا للوقت معا في شيء مشترك يوصلنا إلى أن يهتم كل منا بالآخر، وأن نستمتع بكوننا معا، وأن نحب أن نفعل الأشياء معا. الهدف إيه من الوقت ده؟ هو تنمية العلاقة ما بين الطرفين. فإذا طبعا لو أنا قاعد كل واحد فينا بيعمل حاجة أو مشغلين التلفزيون وبنتفرج على حاجة، فمفيش تواصل حقيقي هنا. احنا قاعدين مع بعض جنب بعض في نفس المكان وفي نفس الزمان، بس مفيش تواصل. انما المقصود والهدف هنا من فكرة تقضية الوقت مع بعض وتكريس الوقت للشخص او للطرف الاخر هو فكرة التواصل. والتواصل على مستوى المشاعر، على مستوى العاطفة، يوصلني منك انت محتاج ايه انا اقدر اقدمه لك، وانا محتاجة ايه اقدر انت تقدر تقدمه لي، وهكذا. يبقى في تواصل. اذا لما بنخلص الوقت ده، الكونكلوجن او النتيجة اللي احنا بنطلع منها بعد تقضية الوقت ده انه حصل تطور في العلاقة للأفضل على مستوى المشاعر وعلى مستوى التواصل. طيب تعالوا نشوف الكاتب بيقول ايه بعد كده في موضوع تكريس الوقت. لو انا دلوقتي حد فيكم دلوقتي جه بعد ما شفنا اللايف وخلاص خلصنا موضوع كلامنا عن لغات الحب الخمس، وبدأنا عايزين نعرف ايه هي اللغة الأساسية بتاعت شريك حياتنا، واكتشفنا ان هي تكريس الوقت. فتعالوا كده نشوف ايه اهم النقط المهمة جدا اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها مع الطرف الآخر أو مع شريك حياتنا لما تكون اللغة الأساسية بتاعته هي تكريس الوقت. أول حاجة، احرص على أن يكون هناك تواصل بصري. يعني لازم دايما لما يبقى فيه أنا هتكلم معاك لازم أبقى متواصل، أبقى عيني في عينك عندما تتحدث مع شريك حياتك، فإن هذا يساعد عقلك على عدم التشتت ويوصل إلى الطرف الآخر أنك تعطيه كل تركيزك. تاني نقطة، لا تستمع إلى الطرف الآخر وتفعل شيئا آخر في نفس الوقت. الحتة دي من أكتر الحاجات اللي بتستفز جدا الشخص اللي اللغة الحب الأساسية بتاعته هي تكريس الوقت. اوعى 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 تفكر ان انت تبقى هو بيتكلم معاك في حاجة مهمة، او انت قررت دلوقتي انت تيجي تقعد معاه وتروح مثلا ماسك الموبايل وترد، مثلا جات لك مسج ولا حاجة تروح ماسكها وتروح عايز ترد عليها وهو بيكلمك في حاجة وتقول له سامعك. لا يعني بص، يعني دي بالنسبة للشخص اللي اللغة بتاعته الأساسية تكريس الوقت دمار. تمام. فلا تستمع إلى الطرف الآخر وتفعل شيئا آخر في نفس الوقت. وتذكر أن تكريس الوقت معناه أن تعطي شخصا ما تركيزك بالكامل. يعني خدوا بالكم، يعني خدين بالكم من الكاتب بيركز على النقطة دي مرارا وتكرارا. تركيزك بالكامل. فإذا كنت تشاهد التلفاز أو تقرأ جريدة أو تفعل أي شيء آخر وأنت مهتم بهذا الشيء جدا ولا تستطيع أن تتحول عنه في الحال، فأخبر الطرف الآخر بالحقيقة. يمكنك أن تفعل ذلك بهذه الطريقة: أنا أعرف أنك تحاول أن تتكلم معي وأنا أهتم بهذا، ولكني أريد أن أعطيك كل انتباهي ولا أستطيع فعل ذلك الآن، ولكن إن أمهلتني 10 دقائق لأنهي هذا سأجلس معك وأستمع إليك. فإن معظم الأزواج والزوجات سيحترمون مثل هذا الطلب. إذا أنا دلوقتي لو أنا في إيدي حاجة مهمة، أنا شريك حياتي هو اللغة الأساسية بتاعته تكريس الوقت، تمام، وهو عايز يتكلم معايا في حاجة مهمة، وأنا في نفس الوقت في الوقت ده أنا بعمل حاجة مهمة بالنسبة لي، فأنا بمنتهى البساطة هطلب منه إنه يا ريت إن إحنا نأجلها شوية علشان خاطر أنا عايز أكون منتبه لك ومديك كل تركيزي. فدي في حد ذاتها أنا وصلت له رسالة إيجابية، بالرغم من أنا ما عملتش
اللي هو عايزه، وان هو جاي عايز يتكلم معايا دلوقتي، لاني انا بمنتهى المشاعر يعني شوفوا الحميميه اللي بتبقى في التواصل. انا لاني انا عايز اكون مديك، مش انا مثلا انا مش فاضي دلوقتي، انا انت مش شايفاني مثلا انا بعمل ايه، انا ورايا حاجه مهمه، او انا في ايدي حاجه مهمه، او على الاقل خالص انا طب ماشي شويه كده لما اخلص اللي في ايدي. لا، ده انا كمان هوصل له انه انا مهتم ان انا اسمع منك، بس عشان اكون مديك كل تركيزي فخليها مثلا كمان ساعه اكون خلصت اللي في ايدي ومعاك تماما، عشان ابقى مركز معاك تماما. تمام. طيب، النقطه الثالثه، استمع إلى المشاعر. نقطة مهمة جدا برضو عند الشخصيات اللي لغتهم الأساسية تكريس الوقت، المشاعر، العاطفة، الإحساس إنه يوصل له منك إنك صادق في مشاعرك أكتر من أي شيء، أكتر من كمية الوقت اللي ممكن يقعدها معاك. يعني أنا بشوف إنه الشخص اللي اللغة الأساسية بتاعته هي لغة الحب الأساسية هي تكريس الوقت، ما بيفرقش معاه أبدا المدة، على قد ما بيفرق معاه صدق الحضور. تمام، وصدق المشاعر. طيب، سأل نفسك ما الذي يشعر به الطرف الآخر، وعندما تسأل نفسك فإنك ستصل إلى الجواب. كن متأكدا من ذلك. على سبيل المثال، عندما تقول يبدو لي وكأنك تشعر بالإحباط، فهذا يعطيه الفرصة لأن يوضح مشاعره ويعبر له أيضا عن أنك تستمع بإنصات لما يقول. إن أنت تبقى حاضر معاه، إن أنت تبقى سمعه من قبل ما يتكلم، حاسس بمشاعره، وتبدأ يعني عايزة أقول إيه، تستفز منه الكلام إنه يتكلم. ده بحد ذاته بيوصل للطرف الآخر إن أنت بكامل تركيزك معاه. تمام. رابع نقطة، لاحظ لغة الجسد. فكف اليد المقبوضة والأيدي المرتعشة والدموع والحواجب المعطوفة وحركة العين ربما تعطيك إشارات بما يشعر به الطرف الآخر. فأحيانا ترسل لغة الجسد رسالة مختلفة عن الرسالة التي يفيدها الكلام، فلا بد أن تطلب منه إيضاح ذلك حتى تتأكد من أنك تعرف حقا ما يفكر أو يشعر به. تمام. يعني إيه؟ يعني مش بس أنت مجرد قاعد وبتسمع كلام هو بيقوله، لا، أنت كمان تكون مركز في البادي لانجوج بتاعته. بالأخص لما يكون في حوار مهم جدي بتتكلموا فيه، هو عايز يوصل لك منه حاجة معينة، فتكون مركز، لانه وارد جدا ان احنا ممكن يكون كلام مش بيسعفنا، ممكن يكون شريك حياتك هو مش بيعرف يعبر صح بالكلام، ف فتيجي حته لغه الجسد دي تلفت نظرك لاشارات كده معينه تاخد بالك منها، بحيث انه مفيش حاجه تفهمها غلط، ما يبقاش فيه سوء تفاهم بسبب كلام يطلع مش مظبوط، وهكذا. خامس نقطة، امتنع عن المقاطعة. فقد أظهر بحث جديد أن الإنسان يستمع في المتوسط لمدة 17 ثانية فقط قبل أن يقاطع أو يعرض أفكاره الخاصة. فإذا أعطيتك انتباهي بالكامل عندما تتكلم، فإنني سأتوقف عن الدفاع عن نفسي وعن توجيه الاتهامات إليك أو فرض وجهة نظري، والهدف من ذلك أن أكتشف أفكارك ومشاعرك، وليس أن أدافع عن نفسي أو أن أدفعك للتحدث بشكل مباشر، ولكن غرضي من ذلك أن أفهمك. يعني إيه؟ يعني أنا أبقى مدي انتباهي الكامل، مديه فرصته في إنه يتكلم ويخلص كلامه للآخر، متستفزنيش كلمات معينة ممكن تكون تطلع الكلام كله يخلص عشان الصورة توضح، لأنه وارد جدا إن أنت من كام كلمة هو بيتكلمها توصلك حاجات مش مظبوطة أو مش هي المقصودة، فتيجي تقطع عشان تبدأ تدافع عن نفسك أو عشان أيا كان يعني، فتلاقي إن أنت بتروح في سكة تانية، مش هو الحوار مش
يعني مش ده المطلوب من الحوار. اذا ما تقاطعش، تستنى لما الكلام يخلص خالص عشان الصوره تبقى واضحه ليك بشكل واضح جدا، وتقدر ترد على الكلام او توضح اللي انت عايز توضحه بناء على صوره واضحه بالنسبه لك، مش سوء تفاهم او صوره فيك وصلت. تمام. طيب نيجي نشوف النقطه اللي بعد كده في تكريس الوقت. زي ما انا قلت لكم في اللايف اللي فات انه الكاتب في كل مع نهاية كل لغة بيحط مقترحات، للمقترحات لطريقة التعامل مع الشخص اللي لغته الأساسية هي اللغة دي. فهنا في لغة تكريس الوقت الكاتب حاطط لنا، هو في كل لغة بيبقى تقريبا 10 مقترحات، أنا بختار لكم منها تقريبا 5 بحيث ان هي تساعدكم في ان انتوا تتعاملوا من خلالها مع شريك حياتكم لما تكون اللغه بتاعته الاساسيه هي اللغه دي. ففي حاله ان اللغه الاساسيه هي لغه تكريس الوقت، فيبقى اول نقطه او اول مقترح اقترحه الكاتب: قوم بنزهة سيرا على الأقدام في الحي القديم الذي نشأ فيه أحدكما، واسأل الطرف الآخر عن طفولته. اسأله ما الذكريات الممتعة في طفولتك، ثم اسأله ما أكثر شيء كان يؤلمك في طفولتك. كاتب هنا بيشوف إنه المقترح ده من الحاجات أو الفعل ده من الأفعال اللي بتعزز حتة المشاعر والعاطفة عند الشخص اللي اللغة الأساسية عنده هي تكريس الوقت، وبتملى جزء من خزان الحب عنده. تاني مقترح: في فصل الربيع أو الصيف ادعو الطرف الآخر على الغداء وقابله في الموعد المحدد، وقم بقيادة السيارة حتى تصل إلى الحديقة. وضع المفرش على الأرض وتناول الشطائر التي أحضرتموها معكما، واشكر القدر أنكما لا تزالان على قيد الحياة، واشترك في فعل شيء ترغبان في فعله قبل أن تموتا. ثالث مقترح: اسأل شريكك في الحياة عن 5 أشياء يريد أن يستمتع بفعلها معك، وضع خطة لتفعل واحدة منها كل شهر على مدى الأشهر 5 التالية. وإذا كان المال عائقا استغل العروض المجانية في المناسبات التي لا نستطيع توفير المال لها. لو لاحظنا هنلاقي معظم المقترحات عند الشخص اللي شريك حياته لغته الأساسية تكريس الوقت بتنصب على جزئية إن احنا نعمل حاجات مع بعض، نعمل أنشطة مع بعض. رابع مقترح: فكر في أحد الأنشطة التي يستمتع بها شريك حياتك ولكنها لا تسعدك بشكل كبير، ككرة القدم أو الحفلات السيمفونية أو حفلات موسيقى الجاز أو النوم على مشاهدات التلفاز. وأخبر الطرف الآخر أنك تحاول أن توسع آفاقك وأنك ستنضم إليه في هذا النشاط في وقت ما هذا الشهر، وحدد موعدا وابذل قصارى جهدك واطرح أسئلة حول هذا النشاط في أوقات الراحة. المقترح ده بيحطنا انه بالرغم من انا الحاجة دي انا ممكن اكون مش بفضلها قوي اللي عند شريك حياتي، يكون هو حاجة بيحبها بس انا بالنسبة لي عادية، انا مش بحبها قوي، الا لاني عايزة اعبر لك عن حبي، فانا هشاركك في الحاجة اللي انت بتحبها دي ايا كانت الحاجة. نتفرج مع بعض على مسلسل مع بعض، لو هي بتحب المسلسلات التركي اتفرج معاها، ايه المشكلة؟ ده الفكرة مش في الظاهر، الفكرة في المعنى اللي بيوصل لها او بيوصل له من العمل ده او من الفعل ده. مش كده يا رور؟ افكار حلوة فعلا، صح؟ هو الكتاب ده رائع بصراحة، هو لازم يكون في كل بيت زي ما انا قلت اللايف اللي فات. فهي الفكرة زي ما انا بقول كده انه المعنى اللي بيوصل من الفعل اللي انا بفعله.
خصوصا بقى لما بنوصل لمرحله ان احنا اوريدي بنكتشف مع بعض لغات الحب بتاعتنا، فانا ببقى واصل لشريك حياتي وبيبقى واصلني ان احنا بنعمل الافعال دي من باب ان انا عايز اعبر لك عن حبي واقول لك ان انا بحبك. فالموضوع بيفرق كتير. المقترح الاخير هنا: ضع خطه للذهاب في عطله بمفردكما فقط في وقت ما خلال الأشهر الستة القادمة، وتأكد من ألا تكون مضطرا للاتصال بالمكتب أو تشغيل التلفاز كل نصف ساعة لسماع نشرة الأخبار اللي هي أي حاجة تشتتك يعني. وركز فقط على الاسترخاء معا، وقوما بعمل شيء تستمتعان به أو يستمتع به أحدكما. فكرة برضو إن احنا متصلين مع بعض في شيء بنعمله مع بعض، نفس الفكرة. أفكار بقى كتير هو الكاتب حاططها لنا علشان ننوع ما بينها وما يبقاش فيه ملل وما يبقاش فيه زهق. تمام. ندخل على اللغة الثالثة، لغة الحب الثالثة، وهي تبادل الهدايا. تعالوا نشوف الكاتب هنا بيقول ايه في اللغة دي. إذا كانت لغة الحب الأساسية لشريكك في الحياة هي أخذ الهدايا، يمكنك أن تكون مانحا رائعا للهدايا، وفي الحقيقة هذه واحدة من أسهل لغات الحب من حيث التعلم. كاتب بيقول لنا إن لغة تبادل الهدايا هي من أسهل اللغات اللي ممكن أي حد يتعلمها. تمام. فبيجي هنا الكاتب كمان بيتكلم على نقطة مهمة، عشان احنا اول حاجه بتيجي في ذهننا هدايا. اول حاجه بتيجي في ذهننا ايه؟ هدايا يعني فلوس، صح؟ هديه، هجيب هديه، عايز فلوس، اجيب هديه. تعالوا نشوف كده الكاتب هنا بيقول لنا ايه. الهدايا والنقود. اذا كنت تريد ان تصبح مانح هدايا ناجحا، فلا بد ان تغير مفهومك عن النقود. فكل منا لديه تصوره الخاص عن الغرض من النقود، ولدينا أحاسيس مختلفة فيما يتعلق بالنقود أو بإنفاق النقود. فبعضنا له توجهات إنفاقية ويشعر بالرضا عندما ينفق المال، والبعض الآخر لديه تصور ادخاري واستثماري ويشعر بالرضا عن نفسه عندما يدخر المال أو يستثمره بطريقة جيدة. إذا كنت من النوع الذي ينفق، فلن يكون لديك صعوبة كبيرة في شراء الهدايا للطرف الآخر. أما إذا كنت ممن يحبون الادخار، فإنك ستواجه مقاومة شعورية لفكرة إنفاق المال للتعبير عن الحب. هيبقى فيه هنا تصادم عن اللي انت متعود عليه وعن المعتقد اللي انت مقتنع بيه، وعن فكرة ان انا اصرف فلوس في هدية. تمام. فإنك ستواجه مقاومة شعورية لفكرة إنفاق المال للتعبير عن الحب. فأنت لا تشتري شيئا لنفسك، أنت حتى ما بتشتريش نفسك. فلماذا ينبغي لك أن تشتري شيئا لشريك حياتك؟ طبعا لسان حال الشخص اللي هو معتقد ده عنده فكرة الادخار والاستثمار هي الفكرة الأساسية عنده تجاه المال يعني. تمام. طيب تعالوا نشوف بعد كده ايه اللي بيقول الكاتب هنا. ولكن أصحاب هذا التوجه يصعب عليهم أن يتفهموا أنهم يشترون أشياء لأنفسهم بالفعل. فإنك عندما تدخر أو تستثمر فإنك تشتري إحساسك بذاتك وأمانك الوجداني. هنا الكاتب بيلفت نظرنا إنه الموضوع ليه خلفية نفسية، وبذلك تحرص فقط على أن تلبي احتياجاتك الوجدانية من خلال الطريقة التي تتصرف بها في النقود. وما لا تحرص عليه هو أن تلبي الاحتياجات الوجدانية لشريكك في الحياة. فإذا اكتشفت أن لغة الحب الأساسية لشريكك في الحياة هي أخذ الهدايا، أيوة أعمل إيه بقى؟ فإنك ستعرف أن أفضل الطرق التي
تستثمر بها أموالك أن تشتري له هدية، وبهذا فإنك تستثمر في علاقتكما وتملأ خزان الحب العاطفي عند الطرف الآخر. وعندما يكون خزان الحب لديه ممتلئا فإنه سيعبر لك عن حبه بطريقة تفهمها. وعندما تلبي الاحتياجات العاطفية أو تلبى الاحتياجات العاطفية للطرفين فإن الحياة الزوجية ستأخذ بعدا آخر. ولا تقلق بشأن مدخراتك، فإنك ستظل تدخر دائما، ولكن استثمارك في حب شريكك في الحياة يعني استثمارك في أسهم مضمونة الربح. فهنا الكاتب برضو جابها ازاي للشخص اللي هو فكرة النقود والفلوس عنده هي فكرة استثمارية وفكرة ادخار، ان انت فوجهها له في الحتة دي ان انت كده كمان بتستثمر، بس بتستثمر في العلاقة، في علاقتك بشريك حياتك. فايه اهم من كده؟ يعني ايه اهم من ان احنا نستثمر في علاقتنا بشريك حياتنا؟ تمام. طيب كمان نقطة هنا الكاتب بيلفت نظرنا ليها ومسميها هدية الذات. هدية الذات في بعض الأحيان بيتكلم الكاتب وبيقول في بعض الأحيان تكون الهدايا المعنوية أكثر تعبيرا عن الهدايا التي يمسكها الشخص بيده. يعني مش شرط هدية يعني حاجة مادية بفلوس، يعني ممكن تكون حاجة معنوية. ويمكن تسمية هذه الهدايا هدايا الذات أو هدايا الحضور. فعندما تكون بجانب زوجتك عندما تحتاج إليك فإن ذلك يعبر لها عن حبك بشكل أكبر إذا كانت لغة الحب الأساسية لها هي أخذ الهدايا. يبقى إذا نركز برضو على نقطة تانية وهي الهدايا المعنوية، إنه مش شرط إنه هدية يعني فلوس، ما تقيسوهاش كده وما تشوفوهاش كده. لا، في حاجات تانية كتير ممكن نعتبرها هدية وتفرق مع الشخص اللي قدامنا اللي هي اللغة الأساسية بتاعته تبادل الهدايا وتملى خزان الحب عنده. طيب تعالوا نشوف بعد كده الكاتب بيقول لنا ايه. هدوء بنفسك في الأوقات الصعبة هو أعظم هدية إذا كانت لغة الحب الأساسية لشريكك في الحياة هي أخذ الهدايا. إنك تكون حاضر بذاتك وبروحك وبجسدك وبكلك معاه في اللحظات المهمة دي تعتبر هدية من أعظم ومن أكبر الهدايا اللي ممكن تهدي بيها حياتك. تعالوا نشوف هنا كده ايه هي المقترحات اللي بيقترحها الكاتب علشان الشخص اللي شريك حياته اللغة الأساسية بتاعته تبادل الهدايا يتعامل بيها من خلال المقترحات دي. حبيبتي يا شوشو ده نورك، انتي اللي منورة اللايف. طيب تعالوا نشوف كده. أول مقترح بيقترحه الكاتب: اكتشف قيمة الأشياء الأصلية المصنوعة يدويا واصنع لشريكك في الحياة هدية مثلها. وهذا ربما يتطلب منك أن تنضم إلى أحد الفصول التي تعلم الفنون والصناعات الحرفية والأعمال الخزفية أو المشغولات الفضية أو الرسم أو النحت على الخشب وإلخ من الأنشطة الفنية. ويكون الهدف الرئيسي عند انضمامك لهذا الفصل هي عندما تصنع لزوجتك هدية، فغالبا ما تصبح الهدية المصنوعة يدويا قيمة تورث جيلا بعد جيل. يمكن بتبقى قيمتها كمان أعلى من الهدية اللي ممكن ندفع فيها مبالغ يعني كتير من الفلوس. يعني الحاجة اللي بتبقى معمولة بالإيد قيمتها عند الشخص اللغة الأساسية بتاعته تبادل الهدايا، ويمكن أي شخص كمان، بس يمكن بتبقى الحتة دي زيادة عنده شوية،
بتبقى قيمتها عالية جدا عنده، وبيبقى فيها مشاعر كده لطيفة بتوصله، بتملى خزان الحب عنده. تاني مقترح: احتفظ بمفكرة تطلق عليها مفكرة أفكار الهدايا. وكل مرة تسمع شريكك في الحياة يقول يعجبني ذلك حقا، أو أريد حقا أن يكون لدي أحد هذه الأشياء، اكتب هذا في مفكرتك وأنصت جيدا، وستكون لديك قائمة لا بأس بها، وستكون تلك المفكرة بمثابة مرشد لك عندما تكون مستعدا لشراء الهدية. ولكي تجعله يفصح عما يريده يمكنكما أن تتصفحا كتالوجات قوائم المحلات معا. أفكار بقى، يعني نقعد بقى نخطط ونفكر إزاي نعرف يعني إزاي نخلي شريك حياتنا يقول لنا على الحاجات اللي هو ممكن يكون بيحبها، من غير من نفضح الدنيا كده ونعرفه ان احنا عايزين نعرف انت بتحب ايه عشان نجيبها لك. برضو عنصر المفاجأة بيفرق وبيبقى مختلف في العلاقات اللي زي كده. تمام. رابع نقطة: اعرض حضورك كهدية. قل لشريكك في الحياة أريد أن أحضر معك أي حدث أو مناسبة ترغب في حضورها خلال هذا الشهر كهدية فقط. أخبرني بالموعد وسأبذل قصارى جهدي لأكون حاضرا. أستعد وأكون إيجابيا، فمن يدري ربما تستمتع بحفلة سيمفونية أو بمشاهدة لعبة الهوكي. فكرة برضو إنه اشوف شريك حياتي هو ايه الانشطه او ايه الحاجات اللي هو بيحبها، واقدمها له ان انا هعملها معاك او هحضرها معاك، واقول له ان دي بمثابه هديه انا عايز اهديها لك اعبر بيها عن حبي ليك. برافو يا رور، انتي شطوره خالص. برافو عليكي. دي من النقط الحاجات اللي هو الكاتب بيقترحها، هي فكرة ان احنا نكتب في نوت ايه الحاجات انه الشخص ده او شريكنا في الحياة ممكن يكون بيحبها، ويبقى على مدار الوقت بعد كده عندي لستة كده بالحاجات اللي هو بيحبها واقدمها له كهدية، وتساعد في ان هي تملى خزان الحب عنده. اخر مقترح: ادفع صدقة جارية، ودي بصراحة أنا حبيتها قوي. ادفع صدقة جارية، قدم منحة قيمة لدار العبادة التي يتردد عليها شريكك في الحياة، أو الجمعية الخيرية التي يفضلها بمناسبة عيد ميلاده أو الذكرى السنوية لزواجكما أو أي مناسبة أخرى. واطلب من الجمعية أن ترسل بطاقة إلى شريكك في الحياة تخبره فيها بما فعلته، وسيشعر كل من في دار العبادة أو الجمعية الخيرية بالسعادة، وسيشعر شريكك في الحياة بنفس الإحساس. فكرة إنه أنا الصدقة الجارية بقدمها لشريك حياتي كهدية، فكرة قيمة جدا وفيها مشاعر عالية جدا، بتملى خزان الحب بقوة عند الشخص اللي اللغة الأساسية بتاعته تبادل الهدايا. نتنقل للغة اللي بعد كده، وهي اللغة الرابعة، وهي الأعمال الخدمية. تعالوا نشوف هنا الكاتب بيقول لنا إيه. وأعني بالأعمال الخدمية القيام بالأشياء التي تعلم أن شريكك في الحياة يريد منك أن تفعلها من أجله، وأنت تريد أن تشعره بالسعادة عن طريق عمل هذه الأشياء له والتعبير عن حبك له من خلال فعل هذه الأشياء من أجله. وهذه الأشياء مثل الطهي وإعداد المائدة وغسل الأطباق وتنظيف البيت ودورة المياه وإخراج الشعر من البلوعة وإزالة النقط البيضاء الموجودة. هو بصراحة الكاتب مستفيض جدا في الأعمال الخدمية، في الحاجات اللي تغيير حفاضات الأطفال، ماشية برضو في الأعمال الخدمية. إطلاق حجرة النوم، إزالة الأتربة من خزانة الكتب والحفاظ على السيارة في حالة جيدة، غسل أو تنظيف السيارة، تنظيف مرآب السيارات،
قص الحشائش، تقليم الاشجار، لملمه الاوراق، اي جمع الاوراق المتساقطه من الاشجار، تنظيف الاتربه الموجوده على الستائر، الخروج بالكلب في النزهه لما يكون عندكم كلب يعني، تغيير صندوق القاذورات الخاص بالقطه لما يكون عندكم قطه، تغيير المياه الموجوده في حوض الاسماك. فكل هذه الأشياء أعمال خدمية، وهي تتطلب التفكير والتخطيط والوقت والجهد والطاقة، وإذا ما أنجزت بروح إيجابية فإنها تكون تعبيرا حقيقيا عن الحب. طيب إيه تاني؟ إيه تاني؟ الطلب يرشد للحب والأمر يوقف تدفق الحب. يعني أنا دلوقتي لو شريك حياتي زوجي أو زوجتي اكتشفت ان لغة الحب الأساسية بتاعته هي تبادل الهدايا، قصدي الأعمال الخدمية، فأنا دلوقتي الشخص اللي هو هيبقى لغة الحب بتاعته الأعمال الخدمية، مجيش لما يحصل بقى ايه. انا هتكلم لو انا دلوقتي انا لسه انا معرفش حاجة عن موضوع لغات الحب الخمسة، فهتلاقي دايما الشخص اللغة الأساسية بتاعته الأعمال الخدمية بيركز قوي على الحاجات دي. خد الزبالة معاك وانت نازل، مش عارفة ممكن تساعدني في ان انت تعمل معايا ايه، من فضلك ممكن تبقي تاخدي بالك وتشوفي لو انا مثلا محتاج هدوم كذا تبقي مرتبيها لي او كويها لي. او اوقات بنبقى بنطلب الحاجات دي بصيغه الامر وعلى انها حاجه انا بامرك تعملها او بامرك تعمليها او انت مفروض عليكي ان انت تعمليها، وبتبقى زياده شويه عند الشخص اللي لغه الحب الاساسيه بتاعته هي الاعمال الخدميه. فهنا الكاتب بقى بيحاول يلفت نظرنا ويقول لنا ويساعدنا ان انا لما اكتشف لغه الحب بتاعتي وتطلع هي الاعمال الخدميه، فابدا اعبر لشريك حياتي على ان انا الحاجات دي بتسعدني من باب انه ده بيوصل لي الحب، وابقى بشكل بطلب، مش انا مش بامرك. انت مش مجبر على فكره ان انت تعمل الحاجه دي، بس على فكره انت لو عملتها ده بيحسسني بالحب، ده بيحسسني منك ان انت قد ايه بتحبني. فاهمين؟ فهنا الكاتب بيقول لنا الطلب يرشد للحب والامر يوقف تدفق الحب. انه لما تبقى الموضوع داخل من حته انت المفروض تعمل كذا او انت المفروض تعملي كذا او اعملي كذا واعملي كذا وامر، ده خلاص بيبعد عن طريق الحب خالص وبيدخلنا في سكه عكس اللي احنا عايزينها خالص في علاقتنا. طيب تعالوا نشوف بعد كده نكمل هنا ونشوف الجزء هنا بيتكلم فيه الكاتب بعنوان القضاء على النمطية. ففكرة ليه بقى بالذات في الحتة دي في الأعمال الخدمية؟ لأنه بيدخل فيها طبعا هي أي لغة بيدخل فيها فكرة التربية والأفكار والمعتقدات اللي احنا طلعنا عليها، تمام؟ بس هو هنا يمكن الحتة دي بتبقى زيادة شوية، لأن الأعمال الخدمية هي بتبقى أعمال حياتية يومية بنعيشها مع بعض، فبيدخل فيها الحتة دي اللي هو أنا طلعت في بيت كنت بشوف بابا وماما بيتعاملوا إزاي في البيت. هل بابا كان بيشارك ماما في الأعمال الخدمية دي؟ هل كان بيساعدها في الأعمال الخدمية اللي احنا ذكرناها دي؟ طب هو لما كان بيساعدها كان بيساعدها إزاي؟ طب ماما كانت بتعمل ايه لبابا في الاعمال الخدميه دي ليه؟ هو مش من باب ان هو دي حاجات احنا طلعنا عليها ولقينا ماما وبابا بيعملوا كده فبقينا احنا كمان ما بنطلع، فده خلاص عرفنا انه ده دور الام وده دور الاب، وزي ما يكون حاجه نمطيه كده، نمط وتحط فيه كل واحد فينا. فتعالوا نشوف كده الكاتب هنا بيقول لنا ايه. القضاء على النمطيه. إن تعلم لغة الأعمال الخدمية يتطلب من بعض منا أن يعيد النظر في الأساليب النمطية في دور كل من الزوج والزوجة.
انا عارفه ان الجزئيه دي هتعجب ناس كتير على فكره. فقد كان مارك يفعل، مارك ده كان شخصيه من الشخصيات اللي الكاتب ذكر قصتها في الكتاب. فقد كان مارك يفعل ما يفعله معظمنا عفويا، وكان يتبع في ذلك نموذج توزيع الأدوار الذي رآه في والديه. هو طلع لقى كده، ولكنه لم يتبعه بشكل جيد أيضا. فقد كان والده يغسل السيارة ويقص الحشائش، أما مارك فلم يكن يفعل تلك الأشياء، ولكن هذه هي الصورة الذهنية التي تكونت عنده للشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الزوج. هو الزوج كده، أنا طلعت شفت الزوج هو خلقته كده هو شكله كده، هو بيعمل كده وهو دوره كده، تمام، نمطية. فهو بالتأكيد لم يتصور نفسه يكنس البيت ويغير الحفاضة للطفل، ولكن ما يحسب له أنه كان قادرا على الخروج من هذا الإطار عندما أدرك مدى أهمية هذا بالنسبة لماري اللي هي زوجته. وهذا ضروري بالنسبة لنا جميعا إذا كانت لغة الحب الأساسية لشريكنا في الحياة تتطلب منا شيئا لا يبدو متوافقا مع دورنا. ونظرا للتغيرات الاجتماعية التي حدثت خلال 30 عاما الماضية، لم يعد هناك قالب لدور الرجل أو المرأة في المجتمع الأمريكي، ده الكاتب اللي بيقول، ولكن لا يعني هذا أن كل القوالب النمطية قد زالت، بل يعني أنها تضاعفت. فقبل اكتشاف التلفاز كان فكر الشخص حول ما ينبغي أن يفعله الزوج أو الزوجة أو كيف يتعامل كل منهما مع الآخر مؤثرا بشكل أساسي بوالدي الشخص. ولكن مع انتشار التلفاز والعائلات التي تعتمد على أحد الوالدين تأثرت نماذج الأدوار بقوة خارج البيت. فمهما كان مفهومك للحياة الزوجية فإن شريكك في الحياة يكون لديه تصور مختلف إلى حد ما عن تصورك، ده أكيد، وده اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. كل واحد فينا طلع في بيئة مختلفة عن التاني، والرغبة في إعادة النظر في تلك القوالب النمطية أمر ضروري حتى يتمكن المرء من التعبير عن الحب بطريقة أكثر كفاءة. تذكر أنه ليس هناك عائد من التمسك بتلك القوالب النمطية. مفيش داعي أبدا إن احنا نتمسك بالقوالب النمطية دي، ملهاش أي فايدة. ولكن بقى هناك فوائد كثيرة من تلبية الاحتياجات العاطفية لشريكك في الحياة. فهنا الكاتب عايز يقول هو مش قرآن. القوالب النمطية فكرة أنا طلعت لقيت ماما بتقوم بالدور الفلاني ولقيت بابا بيقوم بالدور الفلاني، فهو ده اللي المفروض يحصل. فأنا مفروض أنا لما أروح أتجوز فأنتي المفروض تقومي بالدور الفلاني اللي كانت بتقوم بيه ماما، وأنا أقوم بالدور الفلاني اللي كان بيقوم بيه بابا، وخلاص على كده. لا، نبعد عن النمطية. احنا هدفنا مش هم كانوا، أو يعني طبعا مع احترامي جدا وتقديري لماما وبابا عندنا في عائلاتنا كلنا، هو الفكرة احنا البشر والإنسان دايما. هو كده جه تاني كده، معلش أنا آسفة، كان في مشكلة في الكونكشن. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ معلش انا رجعت تاني كونكشن كان فيه مشكله. فاحنا كنا بنتكلم على فكره القوالب النمطيه، فكره انه انا طلعت لقيت بابا وماما كل واحد ده الدور بتاعه، فخلاص انا في البيت كمان عندي انا هيبقى دوري كذا وزوجتي هيبقى دورها كذا. لا، احنا دايما يكون عندنا مرونة في ان احنا يبقى في تطور، ويبقى في استعداد ان احنا نكتسب مهارات جديدة، او يبقى في
نقوم بأعمال مختلفة، مش لازم زي ما احنا طلعنا وشوفنا، لا دايما يبقى فيه تطور. وهو ده سر ان احنا يبقى فيه بنطور في علاقاتنا. مجرد احنا بنشوف ايه اللي فات وناخد الكويس اللي فيه ونحط عليه كويس تاني، دي في حد ذاتها بتطور في علاقاتنا، من ان احنا نفضل زي ما احنا على نفس الطريق. فبالتالي مش هيبقى فيه تطور زي ما احنا عايزين وزي ما احنا متوقعين. نيجي بقى نشوف المقترحات اللي حطها الكاتب علشان خاطر نتواصل مع شريك حياتنا اللي اللغة الأساسية بتاعته هي الأعمال الخدمية. أول مقترح: اكتب قائمة بكل الطلبات التي طلبتها منك زوجتك على مدى الأسابيع القليلة الماضية، واختر كل أسبوع طلبا من بينها لتفعله كتعبير عن الحب. يعني خلي ركز كده، شوف زوجتك او زوجك طبعا على حسب ايه الطلبات اللي ممكن تكون بتطلبها كتير منك، واعمل بيها قائمة، واختار كل اسبوع طلب من الطلبات دي، كل اسبوع اعمله كتعبير عن الحب، هيفرق وهيملى خزان الحب عندها. اطلب من شريكك في الحياة ان يكتب قائمة تضم 10 اشياء يريد منك ان تفعلها خلال الشهر القادم، واطلب منه أيضا أن يرتبها بتدرج الأهم فالمهم، عن طريق ترقيم هذه الطلبات من 1 إلى 10 ليأخذ الطلب الأهم المرتبة الأولى، ويكون الطلب العاشر أقلها أهمية. واستخدم هذه القائمة في وضع خطة استراتيجية لشهر من الحب، وجهز نفسك لتعيش مع شريكك في الحياة حياة سعيدة. ان انا اخليه يكتب القائمة وابدأ ارتب القائمة دي من 1 ل10، وابدأ انفذها على مدار الشهر القادم على حسب الاولوية. وقد ايه ده هيفرق مع الشخص اللي شريك حياته، وهيفرق مع الطرف الاخر في ملء الخزان، او زي ما الكاتب بيقول انه يملأ خزان الحب عنده. عندما يكون شريكك في الحياة خارج البيت، استعن بالأطفال في عمل بعض الأعمال الخدمية من أجله. وعندما يقترب من باب البيت، انضم مع الأولاد وصيحوا بصوت عال مفاجأة: نحن نحبك، ثم اشترك معه في الأعمال الخدمية. التنوع هنا فكرة إنه إزاي أنا أوصل لشريك حياتي اللي اللغة بتاعته هي الأعمال الخدمية، إزاي أوصل له حبي بطرق مختلفة، ما يبقاش فيه روتينية أو شيء روتيني أنا بقوم بيه وزي ما يكون حاجة واجب وبقوم بيه، لأ. فكرة التنوع، فكرة ان انا افكر انا عرفت خلاص ان اللغة الاساسية بتاعته او لغة الحب الاساسية بتاعته هي الاعمال الخدمية، فازاي انا استخدم اللغة دي بطرق مختلفة واوصل له من خلالها حبي واملى خزان الحب عنده. رابع مقترح وهو: ما العمل الخدمي الذي يشكو شريكك في الحياة باستمرار من أنك لا تفعله؟ لماذا لا تقرر أن تنهي هذه الشكوى؟ عندما يشكو شريكك في الحياة من شيء ما، فإنه يكون ذو أهمية حقيقية بالنسبة له، وإذا قررت أن تفعل هذا الشيء كتعبير عن الحب، فإن ذلك سيكون أفضل من إهدائه 1000 وردة. يعني الكاتب بيلفت نظرنا لنقطة مهمة جدا، وهي الحاجة اللي دايما شريك حياتك بيشتكي منها وبيزن عليها، فهي دايما خد بالك من النقطة دي، انه الحاجة اللي هو بيكررها كتير بيطلبها منك كتير، فهي تعتبر زي بوابة او طريق تقدر ان انت من خلاله توصل لان انت تملى خزان الحب عنده. تمام؟ طيب، آخر مقترح بيقترحه الكاتب هنا: إذا توفر لديك المال في وقت ما، استأجر شخصا ما ليقوم بالأعمال الخدمية التي تعرف أن شريكك
في الحياة يرغب في أن تفعلها من أجله، مثل قص الحشائش أو تنظيف البيت أو غسل السيارة أو غسل الملابس. إذا تحملت مسؤولية عمل هذه الأشياء فإنها ستعبر عن حبك حتى وأنت بعيد عن البيت. يعني حتى مش شرط إن أنت تقوم بنفسك بالأعمال دي. لو تقدر إن أنت معاك فلوس وتقدر إن أنت تخلي حد هو يقوم بالأعمال دي بالنيابة عنك، وتعرف شريك حياتك ان انت بتعمل ده، بس انت تحملت المسؤوليه. اهو انت تحملت المسؤوليه ورحت جبت حد يقوم بالاعمال دي كتعبير عن الحب لشريك حياتك، فانت كده بتساعد في ملء خزان الحب عنده. اخر لغه وهي لغه الحب الخامسه، وهي الاتصال البدني. وغالبا احنا هيبقى ده اخر حاجه هنتكلم فيها في اللايف بتاع النهارده، وهنحتاج نعمل لايف تالت عشان نكمل. الموضوع طلع كبير قوي فهنحتاج ان احنا نعمل لايف تالت. هنا الانستجرام غالبا هيبقى باقي دقيقة ويفصل خلاص. فلو حد بيتابعني هنا يقدر يتابعني يكمل متابعة على الفيسبوك. هو تقريبا باقي تقريبا 10 دقايق ربع ساعة وهخلص الجزء ده، وهنعمل لايف تالت ان شاء الله نكمل فيه باقي كلامنا. فاللغة الخامسة وهي لغة الاتصال البدني. تعالوا نشوف الكاتب هنا بيقول ايه. نعرف منذ وقت بعيد أن الاتصال البدني وسيلة من وسائل توصيل الحب، وقد خلصت العديد من الأبحاث المتعلقة بتطور الطفل إلى أن الرضيع الذي يحمل ويحتضن ويقبل ويعيش حياة أكثر صحية من الناحية العاطفية أكثر من الرضيع الذي يترك لفترات طويلة دون اتصال بدني. وفكرة أهمية الاتصال مع الأطفال ليست حديثة. في القرن الأول الميلادي كان الناس يحضرون أطفالهم إلى عيسى عليه السلام، ولكن كان الحواريون ينهون عن هذا. ولكن سيدنا عيسى كان يأمر الحواريين بالتوقف عن فعل هذا، فقد كان يقول إن الأطفال أحباب الله، ويجب أن يتعلم الكبار منهم والآباء الحكماء في أي حضارة هم من يتواصلون مع أبنائهم جسديا. فهنا دي قصة كده مهمة الكاتب بدأ بيها كلامه عن الاتصال البدني، عشان يعبر عن قد إيه الاتصال البدني مهم جدا 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 في التعبير عن الحب. فتعالوا نشوف بعد كده الكاتب بيقول إيه هنا. يمكن للاتصال البدني أن يقيم علاقة أو يهدمها، ويمكن أن يوصل للآخر الحب أو الكره. من خلال الاتصال البدني نقدر نوصل للي قدامنا احنا بنحبه أو بنكرهه. ويمكن للاتصال البدني تمام. وبالنسبة لمن لغته الأساسية هي الاتصال البدني، فإن هذا الاتصال سيعبر له بشكل أكبر من الكلمات التي تقال له، مثل أكرهك أو أحبك. وإذا صفعت أي طفل على وجهه فسيكون ذلك مؤذيا له، ولكن تلك الصفعة ستكون أشد إيذاء بالنسبة للطفل الذي لغته الأساسية للحب هي اللمس. وبينما يوصل العناق الحنون الحب لأي طفل، فإنه يصل بقدر أكبر للطفل الذي لغته الأساسية للحب هي الاتصال البدني، وهذا هو الحال بالنسبة للبالغين أيضا. بيلفت نظر من الكاتب هنا وبيقول لنا: ولا تلمسه بالطريقة التي ترغب بها والوقت الذي ترغب فيه أنت، بل تعلم أن تتكلم بلهجته في الحب، لأن شريكك في الحياة يمكن أن يشعر بعدم الراحة أو الغضب تجاه بعض اللمسات.
فعندما تصر على تلك اللمسات فإنك توصل له معنى عكس معنى الحب، فهي توصل إليه أنك لا تحس باحتياجاته، وأنك لا تهتم بالأشياء التي تسعده، ولا تخطئ بأن تعتقد أن اللمسة التي تشعرك بالسعادة ستجعل الطرف الآخر أيضا يشعر بالسعادة. زي مع شريك حياتي باللغة بتاعته، فأنا مفروض بشوف هو إيه أفضل شيء، وأقدر أتواصل على أفضل شكل إزاي معاه باللغة بتاعته. وهنا بصراحة أنا اخترت لكم قصة الكاتب هنا مستشهد بيها في الفصل بتاع لغة الاتصال البدني، عشان أوضح لكم الصورة، لأني يمكن حسيتها يعني متكررة كتير في بيوتنا أعتقد، وحسيت إن هي هتوضح الصورة عندكم هنا بشكل أوضح. فتعالوا نشوف كده. في نهاية العام الأول كانت باتسي يائسة، لقد ذكرت له ذلك من قبل، ولكنها قالت له بهدوء هذه المرة: سأبحث عن لزوجها، سأبحث عن استشاري زواج، هل ترغب في أن تذهب معي؟ ولكن بيت ده جوزها، فإحنا عندنا باتسي وبيت، أجابها قائلا: أنا لا أحتاج إلى استشاري زواج، وليس لدي وقت للذهاب إلى استشاري زواج، ولا أستطيع أن أوفر المال الذي سأدفعه لاستشاري الزواج. إيه رأيكم؟ معلش خلينا نبدأ بالقصة دي اللايف اللي جاي بقى إن شاء الله، ونبني فوقيها بقية كلامنا في العلاقات. وإن شاء الله بإذن الله ده يكون اللايف اللي جاي، يعني الثالث يكون آخر لايف عن العلاقات، وعن كلامنا مش عن العلاقات طبعا، احنا هنتكلم كتير عن العلاقات، بس عن الجزئية دي، وعن تلخيصنا لكتاب لغات الحب الخمس. فاحنا كده قعدنا مع بعض ساعة، معلش طولت عليكم، بس انا حبيت انا الجزء العلاقات ده بالذات هو مش بيحتاج ان احنا نكروت وزي ما انا قلت احنا مع بعض يعني. تقدر المهتم يقدر بعد كده براحته خالص يشوف اللايف براحته في الوقت المناسب ليه. لكن انا بحب ابقى يعني مستفيضه كده في الكلام لما يكون الكلام والموضوع محتاج ان احنا نستفيض. فانا هكتفي بهذا القدر النهارده، وان شاء الله ميعادنا الاسبوع الجاي برضو في نفس الميعاد ان شاء الله باذن الله، ونعمل اللايف الثالث نكمل كلامنا، وهنبدا بقصه باتسي وبيت. القصه دي مهمه جدا جدا، فخليكوا يعني منتظرين. هنقول كلام مهم، والقصة دي هتوضح لنا كلام مهم جدا جدا جدا. أتمنى إني اللايف النهاردة يكون بالفايدة والنفع عليكم، وصل لكم مجموعة كده من المعلومات اللي تفيدكم في علاقاتكم، وعشان تبقوا عارفين مش بس زوج وزوجة، لا في علاقاتنا في العموم. وزي ما هنشوف ان شاء الله في اللايف الجاي، وهنتكلم باستفاضه برضو في الجزئيه دي، ان الموضوع مش قصه زوج وزوجه، لا علاقات عامه. فيا رب يكون كده بالفايده والنفع، واشوفكم على خير اللايف اللي جاي ان شاء الله. سلام.